همسة لقلبك. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة وكلهم حواليه بيتكلموا في أمور الدين والدنيا. وكان بين الصحابة شاب اسمه جليبيب. جليبيب ده كان فقير جدا وما كانش وسيم ولا عنده عيلة كبيرة تسنده، وكمان محدش كان بيحبه أو يقعد معاه، كان كأنه مش موجود. محدش بيسأل عنه ولا حتى بيفكر فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف فيه حاجة محدش شايفها، كان شايف قلبه الطيب وإيمانه القوي. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من يزوج جليبيب؟ الصحابة سكتوا كده وكل واحد بص للتاني وكأن السؤال مش موجه ليهم. مين هيجوز بنته لواحد زي ده؟ لا مال ولا جاه ولا حتى شكل ملفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر يروح بنفسه البيت واحد من الصحابة وقال له: عندي ليكم عريس لبنتكم. الأب فرح قوي وقلب حماس: أكيد يا رسول الله. مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، جليبيب. الأب اتفاجئ وتردد، إزاي يجوز بنته لشاب فقير؟ فراح يستأذن زوجته، فلما قال لها رفضت جدا. لكن البنت اللي كانوا بيتكلموا عنها سمعت الكلام وقامت وقالت لأبوها وأمها بكل ثقة وإيمان: أتردون على رسول الله أمره؟ والله لا يضيعني رسول الله أبدا. بصراحة ردها كان صدمة ليهم، لأنها بنت صغيرة وكان ممكن ترفض، لكنها اختارت تثق في قرار النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من مشاعرها. لما النبي سمع ردها دعا لها وقال: اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. وبالفعل البنت اتجوزت جليبيب وعاشوا مع بعض حياة بسيطة مليانة بركة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القصة ما خلصتش هنا. في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد الشهداء بعد المعركة وفضل يسأل: هل تفقدون أحدا؟ الصحابة قالوا: لا، كلنا موجودين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحزن: ولكني أفقد جليبيب. دوروا عليه ولقوه ميت جنب 7 من المشركين اللي قتلهم قبل ما يستشهد. النبي وقف جنبه بحب شديد وحضنه ومسح التراب عن وجهه بحنان وقال: هذا مني وأنا منه. وحمله ودفنوا بيديه في موقف ولا أروع من كده. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للعالم كله: مش مهم شكلك، مش مهم مالك، المهم انك تكون انسان قلبه نقي ومخلص لله. تخيلوا النبي يقول عن واحد كانت الناس بتهمشه: هذا مني وأنا منه. دي أعظم شهادة لأي إنسان. قيمتك عند ربنا مش في شكلك ولا مالك ولا مكانتك، لكن في قلبك وإيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف جمال الروح مش جمال المظهر، وده اللي لازم نتعلمه في حياتنا. اللي يسلم أمره لربنا حتى لو كان مظلوم أو مهمش ربنا هيكرمه في الآخر. البنت اللي وافقت على جليبيب علمتنا إن السعادة مش في الفلوس ولا في الشكل، لكن في الرضا والثقة باختيار ربنا. جليبيب جليبيب كان مغمور في الدنيا، لكن كان نجم عند ربنا، ويا بخت اللي ربنا يحبه. يا رب ارزقنا جمال الروح والرضا. يا رب ارزقنا حبك يا رب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. بس انت قول يا رب.